السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا كل متابعينا على قناتنا على اليوتيوب، قناة مول القدس. زي ما اتفقنا مع حضراتكم إن احنا إن شاء الله بإذن الله كل حلقة هنفيدكم عن طقم جديد بتستخدميه في المطبخ بتاعك. النهارده بإذن الله، المرة اللي فاتت احنا شرحنا الطقم الستيل الأكدينيز وقلنا إن في ماركات كتيرة من الستيل. النهارده نفس النظام، معانا طقم الجرانيت النوكلاين الكوري. النهارده بإذن الله هنشرحه زي ما قلنا لحضراتكم. النهارده بنشرح لك في كل حلقه منتج جديد عشان تقدري تستخدمي المنتج بتاعك وتستفادي بيه في بيتك. النهارده باذن الله هنشرح 3 موديلات من النوكلاين الكوري، وعندنا منه 3 موديلات. افضل موديل فيهم هو الموديل المربع، ويعتبر حلته اكبر من المدور ومن البطوط. احنا عندنا ال3 موديلات مربع ومدور وبطوط. طيب حد هيقول لي الخامات بتاع الطقم ده ايه، او الطقم ده مصنوع من ايه، او بلد المنشأ بتاعته ايه؟ احنا نقول لحضرتك ان خامات الطقم ده خامات ايطاليه، التكنولوجيا بتاعته تكنولوجيا كوري. طيب ايه التقفيل بتاعه فين؟ هنقول التقفيل بتاعه في مصر، والتقفيل ده عباره عن الاكسسوارات بتاعه الطقم اللي هي المقابض بتاعه الطقم. ده الطقم النوكلاين الكوري اللي احنا بنتكلم عليه. ده تبع شركه اكس فورد يا جماعه، حاجه خامه محترمه جدا. يد منه فيه زي ما حضراتكم شايفين. الحله الكبيره اكبر مقاس في الحله، عباره عن 4 حلل ومقلايه. ال4 حلل والمقلايه اليد منه فيه معاه ماسك سيليكون، عشان لو حضرتك حابه تحطي الحله جوه الفرن بتخلعي المسكات ديت وتقدري تحطي الحله كلها جوه الفرن. طيب لو حضرتك مثلا حابه تحطيها على البوتاجاز وبتعاني من السخونه بتاع الحله، فتقدري ان انت تتعاملي بالمسكات بتاعتها. طيب حد هيقول لي طبقات الجرانيت او طبقات الطقم ده مكونه من ايه؟ احنا بنقول لحضرتك ان الطقم ده الطبقات بتاعته عباره عن 9 طبقات جرانيت فوق الالومنيا بتاع الطقم. لان زي ما احنا عارفين ان الجرانيت بيكون الومنيا ثم طبقات الجرانيت. يعني في شركات بتدي 7 طبقات، النوكلاين بفضل الله عامله 9 طبقات جرانيت، ومديه طبقه تيتانيوم كمان بتحمي الطقم بتاعك من الصدى ومن الخربشه. وفي ميزه بقى في النوكلاين، انه خدمه ما بعد البيع ممتازه جدا يا جماعه. خدمه ما بعد البيع بتاع الطقم حاجه محترمه جدا. طب حد يقول لي التكوين بتاعه بيتوقف عند 9 قطع بس؟ بقول لك لا، في النوكلاين الكوري المربع منه 13، وكذلك الامر المدور والبطوط هو اللي عدده ثابت يا جماعه. البطوط بيبقى فيه منه 9 قطع، واحيانا بيبقى 10، بيبقى 9 و10، بتروح بين 9 و10 بس. زي ما قلنا لحضراتكم ان الطقم كله عباره عن جرانيت كامل. اليدات بتاعته ليها جراب سيليكون عشان لو حضرتك عايزه تتعاملي بيه. دي وليكن دي المقلايه بتاعته. طبعا اختلاف التكوين بتاع الطقم، يعني احنا عندنا ال 13 بيبقى فيه طاجن وبيبقى فيه صينيه، تمام؟ احنا معانا النهارده احنا بنقدم لكم 9 قطع عباره عن قلايه زي ما حضراتكم شايفين كده. السمك بتاعه عالي جدا يا جماعه، سمك الجرانيت. قاعده التوزيع بتاعته حاجه محترمه، واخد طبقه تيتانيوم زي ما قلنا تحميه من الخربشه والصدى وتحافظ عليه. ضمان 3 سنين خدمه ما بعد البيع، حاجه ممتازه جدا. طيب احنا وريناكم المقلايه، تمام؟ معانا الحله الكبيره بتاعته. دي الحله الكبيره بتاع الطقم، حاجه بسم الله ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين كده اهي. الحله المربعه، وده اعلى موديل يا جماعه واغلى كمان في السعر. يعني المربع ده موديل عالي واغلى في السعر زي ما حضراتكم شايفين. دي الحله الكبيره بتاع الطقم اهي، تمام؟ ودي القاعده، ودي كلمه نوكلاين اهو الشركه، تمام؟ دي شركه نوكلاين يا جماعه، عشان برضو في بعض الشركات في حاجه اسمها نايس كوك، ناخد بالنا من المعلومه دي كويس قوي. في شركه اسمها نايس كوك نفس التوزيع بتاع الطقم ونفس شكل الطقم، ولكن دي مش نوكلاين ومش محسوبه على شركه نوكلاين يا جماعه. ده الحله الكبيره. دي الحله اللي بعد منها يا جماعه اهي، حاجه محترمه برضو، خامات عاليه جدا، واخد طبقه تيتانيوم ضد الصدى والخربشه والكلام ده كله. ضمان 3 سنوات زي ما قلنا لحضراتكم، خدمه ما بعد البيع، حاجه مميزه جدا. زي ما قلنا خامات ايطاليه، تقفيل خامات ايطاليه، تكنولوجيا كوري، تقفيل مصر. دي الحله الثالثه اللي معانا في الطقم اهي يا جماعه برضو اهو. وعايزين ننبهكم لمعلومه، كل حله مع المسكات بتاعتها. طيب الغطا فيه فتحه لتوزيع البخار زي ما حضراتكم شايفين، في فتحه في الغطا لتوزيع البخار اهي، نقدر نشوفها مع بعض. حد يقول لي ايه ميزه الفتحه دي؟ ده بتقلل معدل التسويه. اقول لك لا، الفتحه دي ما بتقللش معدل التسويه خالص. الفتحه دي ميزه في الطقم مش عيب. ايه الميزه؟ الطقم بتاعك اثناء التسويه بيحصل عمليه تبخير للميه اللي محطوطه مع المنتج، سواء لحمه او اي حاجه تانية. اما بيحصل عمليه تبخير للميه، الميه دي بتترسب على الغطا من فوق، وبعدين تنزل على وش المنتج بتاعك. بتلاقي بعض نقط ميه كده في وسط الزيوت
بتاع المنتج اللي انت بتسويه. طيب الفتحه دي بتعمل ايه؟ الفتحه دي بتخرج البخار على طول تلقائي. تبص تلاقي المنتج بتاعك ايا كان المنتج اللي انت بتسويه ايه، ما بتلاقيش على وشه اي نقط ميه او زيوت. تمام؟ زي ما شرحنا لحضراتكم النوكلاين في الجرانيت، احنا طبعا ما بنقولش ان ده اعلى حاجه، ولكن ده حاجه لا تختلف عن الاطقم العاليه خالص. ده حاجه محترمه جدا وحاجه مميزه جدا، وتكوينه قلنا من 13 معاك لحد 9 قطع. تمام؟ حاجه محترمه، وخامه زي ما قلنا لكم خامه محترمه جدا. وان شاء الله باذن الله في فيديو تاني هنشرح لكم انواع تانيه من الجرانيت. معانا انواع كتيره جدا من اطقم الجرانيت المحترمه. واي حد عايز يستفسر عن اي حاجه في الطقم ما ينساش يبعت لنا السؤال بتاعه في التعليقات، واحنا ان شاء الله باذن الله هنرد عليك بفيديو برضه للاستفسار بتاعك، سواء طقم النوكلاين او اي طقم تاني او طقم الاستانلس الاكدنيز اللي احنا شرحناه. قناه مول القدس بتقدم كل يوم معلومه لست البيت عشان تفيدك وتقدري تعرفي مميزات الطقم بتاعك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.